أهلا بيكم في مساحتنا الآمنة اللي بنربط بيها هنا القلب والعقل والوعي والروح. النهاردة أنا جاية أتكلم في موضوع مهم، وهو رسالة وجود نرجسي في حياتك. أكيد إحنا بقينا عارفين يعني إيه نرجسي من كتر ما السوشيال ميديا مالية الدنيا في الكلام عنهم والكلام عن التاكتكس بتاعتهم وبيعملوا إيه. أنا اللي النهاردة جاية أتكلم عنه هو مش معنى النرجسي ومين هو النرجسي، على قد ما أنا عايزة أقول لك لو في نرجسي في حياتك إيه الرسالة اللي أنت ممكن تطلع بيها من ده. برضو تذكرة، هو مين النرجسي؟ النرجسي هو اضطراب شخصية، بتبقى فيه مجموعة سمات، ولازم مجموعة السمات دي ما تبقاش واحدة أو اتنين، تبقى أكتر من 5، وتبقى لازم تكون مأثرة يا إما على علاقاته يا إما على شغله يا إما على كله. يعني الطريقة في التعامل بتاعته دي بتعمل له بقى مشاكل عملية، مشاكل مع الناس. النرجسي ده باختصار هو حد يفتقد للتعاطف. وهنا لما بنتكلم عن التعاطف بنتكلم عن التعاطف القلبي، ان انا احس بالشخص، مش التعاطف العقلي، لان هما اكثر ناس قدرة على التعاطف العقلي. التعاطف العقلي اللي هو انا اقدر اتخيل انت حاسس ايه في الموقف ده، مش انا حاسس بيك. يعني لو هنفرقها كده هقولك، يعني مثلا انا لو لقيت حد بيعيط، انا بحس بوجع في قلبي لما بشوفه بيعيط. يمكن لو شفته بيعيط احس ان انا كمان عايزه اعيط. يمكن لما اتفرج على فيلم واشوف موقف مؤثر دموعي تنزل لوحدها. ده تعاطف، اللي هو التعاطف العاطفي اللي من القلب. هم ممكن يبقى عندهم تعاطف ولكن تعاطف عقلي، يعني يقدر يفهم انه انت كده حاسس انك زعلان، ان انت كده حاسس انك فرحان، لكن هو مش حاسس بيك. فهو عنده آه، فقدان تام للتعاطف اللي هو بالمعنى الشعوري. وفي نفس الوقت يعني مش بيتعاطف مع حد وما يفرقش معاه قوي مشاعر اللي قدامه بقلبه يعني. وبيبقى عنده إحساس بالفوقية والاستحقاق، وبيترتب على ده سلوكيات معينة بيعملها علشان تتماشى مع هذه الفكرة اللي في دماغه عن قد إيه هو مستحق. وبيبقى عنده خيالات عن حاجات مثالية جدا، زي الحب المثالي، الأرض المثالية، الواقع المثالي، الواقع السياسي المثالي. بيبقى مثالي قوي في أفكاره وعنده أوهام، وبيبقى دايما شايف ان هو يستحق معاملة معينة مختلفة عن الناس بدون وجه حق، او معاملة مختلفة من الكون. وممكن يحس ان هو ضحية، يعني انه قد ايه هو عظيم لكن مش متشاف، قد ايه هو رائع لكن محدش حاسس بيه، ان محدش مقدر العبقرية والجينيسز بتاعته. آم، في أغلب الوقت المشاعر اللي بتبقى موجودة جواه، يعني هو ما بيحسش أغلب المشاعر الطبيعية، لكن المشاعر اللي بيقدر يحسها جامد هي الحقد والحسد تجاه اللي حواليه. ما عندوش مانع في استغلال الناس علشان مصلحته، وخصوصا ده في العلاقات القريبة. اكتشافه مش بيكون سهل قوي في العلاقات اللي هي بروفيشنال شوية أو في شغل، لكن الكاشف الأصلي لهذا الشخص النرجسي بيكون في خلال العلاقات الحميمية. آم، علماء نفس كتير عملوا لهم تصنيفات كتيرة، ان هم مش نوع واحد، هم كذا نوع، ولكن المشهور عنهم نوعين، اللي هو النرجسي الواضح والنرجسي المتخفي. أنا الفرق بينهم ايه؟ انه النرجسي الواضح بيكون عنده الجرانديوستي او الاحساس بالقيمة المبالغ فيها واضحة جدا، بتبان في كلامه وفي تصرفاته. المتخفي لا، المتخفي بيبقى شخص احنا بنسميه failed narcissist. هو ما بيكون عنده كل الكبر والغرور والكلام ده كله، ولكن هو ما عندوش حاجة في حياته to show up بالطريقة دي. يعني هو ما عندوش نجاح معين او مكانة معينة او فلوس او مثلا ارث اجتماعي او حاجة زي كده تخليه تسمح له هو ان هو يعيش الجرانديوستي دي. فده اكتر بيبقى حاسس دايما ان هو ضحية، وبيستغل ضحاياه بالمسكنة. وده غالبا بنلاقيه فاشل في شغله، مش بيبقى ناجح قوي. و... وبيبقى دايما متخيل انه الظروف هي اللي عاملة فيه كده. يعني برضو كي وورد ممكن نبين بيها الشخص النرجسي من اللي مش نرجسي: تحمل المسؤولية. النرجسي عنده صعوبة شديدة جدا في تحمل المسؤولية.
كل حاجة حصلت هي سبب حد تاني. هو مش ناجح في شغله عشان الظروف الاقتصادية مش مخلّياه ناجح، أو لإن هو رائع ولكن المدير في الشغل مش شايفه كويس. بيبقى عندهم برضه صعوبة تامة في إن هم يحسّوا يبقى عندهم introspection دي معناها البصيرة الداخلية، يعني إحنا معظمنا بيقدر إن هو يلاحظ حاجات في نَفْسه ويقول أنا باعمل كده علشان كده، بيراجع نَفْسه. هو عنده صعوبة جدًا إن هو يشوف نَفْسه. من التفسيرات التحليلية للشخصية دي بتتكوّن إزاي، هي بتتكوّن من خلال إن بيكون في تروما شديدة جدًا في الصغر، في سِن صغير، وبيحصل انفصال عن النَفْس الحقيقية، وبيتكوّن بدالها نَفْس مزيّفة. نَفْس مزيّفة دي رائعة في كل حاجة، خطيرة في كل حاجة، ما بتغلطش، جميلة جدًا ومش مفهومة مع الأسف، يعني ده اللي بيبقى في دماغهم. طبعًا ده عبارة عن خيال نرجسي فانتسي، ولكن علشان الخيال ده يستمر هو محتاج ناس تأكد له إن هو كده فعلًا. بيبقى عامل كأنه محتاج ناس تعبده أو تبقى حواليه دايمًا تغذّيه بالإحساس النرجسي ده. يعني حد دايمًا يعكس له قد إيه هو رائع، يعكس له قد إيه هو طيب ومش قصده، يعني يكون مثلًا مستغلّك ماديًا لكن أنت المفروض تشوفه إنه هو مش قصده، هو عمل كده عشان هو كان محتاج، مش عشان هو ما عندوش ضمير أو ما عندوش حِس مسؤولية. تمام؟ آآ طبعًا هو بي 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 آه، يعني من العلامات برضه اللي نشوفها في النرجسيين لو هنخش معاهم في علاقات، سرعة الaffection. هو بيشوفك رائع يعني أسرع من اللازم، وبعدين مع أي غلطة أو هفوة تعملها لإنك بني آدم طبيعي بتنزل من نظره مرة واحدة ويبتدي يعاقبك. طبعًا في العلاقات نفسها بيبقى لهم pattern، حاجات معيّنة بيعملوها اللي هي الlove bombing، اللي هو أول ما يخشوا معاك في علاقة يكون يعني داخل بتُقله جامد، بيقول كلام يعني لسه عارفك من يومين وأنت حبيبه وأغلى ما له وأعظم حاجة في الحياة. وكمان الgaslighting بعد شوية. الgaslighting ده إن أنا أحسّسك، يعني أعمل فيك حاجة ولمّا أنت تكتشف الحاجة دي أنا أقول لك إنها ما حصلتش، أو أقول لك إنها يعني كذب تام. لو مش عارف يكدب يبقى خلاص يبقى هي حصلت لكن هنا مش ذنبي، ولو حصلت وذنبي فهي علشان أنت اللي خلّيتني أعملها، ما فيش أي تحمُّل للمسؤولية. فده كده باختصار الnutshell مين هو النرجسي يعني، والفرق بين الواضح والمتخفي. زي ما قُلنا الواضح بيكون عنده إنجازات واضحة، بيكون عنده كاريزما، بيكون عنده charming things يقدّمها لك، ولكن المتخفي بيبقى العكس، بيبقى غلبان مسكين وده بيبقى نوع أخطر، خصوصًا على الناس اللي إحنا بنسميهم empath. أوكي. طيب إيه رسالة النرجسي؟ ليه في حياتك نرجسي؟ يعني لو اكتشفت إن أنت في علاقة مع نرجسي محتاج تراجع نفسك في كام نقطة حماية لك، وليست الموضوع مش عشان أنت تتلام خالص، لأن مفيش بني آدم مهما عمل في حياته من ذنوب يستاهل إن هو يكون في علاقة مع نرجسي، لأن دي علاقة الغرض منها تدميرك. يعني إحنا لو هنتكلم برضو عن مستوى طاقي بقى، إنه الناس دي زي ما قُلنا إن نَفْسهم الحقيقية مدفونة، فهو زي ما يكون ما عندهمش life force، ما عندهمش حياة، مطفيين. ف وهم بيدخل حياتك علشان يسرق منّك نورك ده metaphorically يعني. فإذا كانت هذه هي النية في الدخول في العلاقة معاك، فإذًا النتيجة إنّك تتدمّر نهائيًا. فما فيش بني آدم مهما كان جرمه في هذه الحياة يستاهل إن هو يخش علاقة غرضها إنه يموت. وإن لو ما ماتش بشكل حقيقي فيموت بشكل معنوي ما تقوملوش قومة بعد كده. فإحنا التفاسير اللي أنا الأسباب اللي أنا جاية أقولها مش جاية أقولها علشان خاطر ألوم الضحية نهائيًا، ولكن علشان أوعّيها، لإن الدخول في علاقة مع نرجسي risk كبير جدًا، ومش كل الناس بتطلع منه. مش هاقول هو ما حدش بيطلع منها سليم، بس مش أي حد بيطلع منها أصلًا عارف يعيش. يعني أحيانًا العلاقة بتصل لدرجة إن الشخص ما يبقاش عارف يسترجع حياته أصلًا من بعد هذا ال الانتهاك الشديد. حلو. فعشان كده لازم أنا أتكلم في ليه النرجسي بيخش حياتك وتعمل إيه. من ضمن الحاجات برضه ال ال ال
اللي أنا باحب أقولها للناس ممكن ما تكونش باينة أوي، إن النرجسي لمّا تعرفه عن قُرب بتحس إن هو ميت، سواء بقى واضح أو متخفي، ميت تمامًا، وده طبيعي لإنه مش متواصل خالص مع نفسه. من الحاجات برضه اللي محتاجين ناخد بالنا منها إن كتير من النرجسيين بيحبوا أوي الطرق الspiritual، يعني تلاقيهم على اليوجا ماتس وتلاقيهم بيعملوا meditation، فخلّوا بالكم إنِّك لو لقيتوا حد يعني روحاني، ده مش معناه إن هو روحاني بجد، احتمال كبير جدًا يبقى نرجسي، لإن النرجسيين بيميلوا إن هم يروحوا لأي شغلانة أو أي م ممارسة تحسسهم بفوقية على الناس. طيب إزاي ممكن أفرّق النرجسي ال الر يعني الشخص الروحاني ده نرجسي والّا لأ؟ الشخص الروحاني ما بيبقاش عنده آآ أحكام شديدة على الناس، ما بيستغلش الناس بسبب الروحانية دي، وبيبقى عنده رقم 1 إن هو لمّا هيتعلم يبقى روحاني، رقم 1 هيبطّل يأذي الناس. يعني لو شخص مشي في طريق روحاني بيبقى أول وعي بييجي له إزاي أنا ما ابقاش مؤذي. لكن دول بيبقوا بيبقوا meditation ويوجا وsometimes طبعًا دين، صلاة وكنيسة وكده، وبيخرجوا يأذوا، فده لو لقيت أذى مع طريق روحاني ده نرجسية وحاجة بنسميها spiritual bypassing، ممكن أبقى أعمل عليها فيديو فيما بعد. أنت بقى لمّا ييجي عندك ليه النرجسي ده جه عندك؟ أول حاجة لمّا يدخل في حياتك نرجسي وأنت عرفت إن هو نرجسي، أنت محتاج تسأل نفسك يا ترى حد من أهلي نرجسي وأنا مش عارف؟ ليه بقى؟ لأن الناس اللي أهاليهم مش نرجسيين صعب يقعوا في النرجسيين. طب الناس اللي أهاليهم نرجسيين بيقعوا في النرجسيين ليه؟ هل ده عيب فيهم، نقص فيهم؟ لأ، لكذا سبب. أول حاجة لأن لو أنا اتولدت في بيئة نرجسية مع أم نرجسية مع أب نرجسي، أنا جهازي العصبي متسيستم على نوع الأذى ده، فلما أشوفه في شريك عمري ما أخلي بالي إن ده أذى، عمري ما أعرف أصلًا إن ده أذى. لكن الناس العادية لمّا بيدخل عليها حد نرجسي وبيفضل يقول لهم بيحبوهم أوي وبيموت فيهم من أول 5 دقايق، بيحصل لهم ريبة يعني مش بيرتاحوا. برضه أولاد النرجسيين أو اللي أهاليهم نرجسيين برضه مش بيرتاحوا، ولكن الاحتياج بيبقى صوته أعلى من صوت الحدس الجسدي. إيه نوع الاحتياج؟ أول حاجة التعوّد، إن الجهاز العصبي بيبقى عارف عارف المنطقة دي ومتعوّد عليها فبينجذب لها. تاني حاجة إن النرجسي في أول العلاقة هو بيحاول يصنع منّك نرجسي آخر، فهو بيبتدي يدّيك compliments وحاجات أنت لو موجود في عيلة نرجسية أنت عمرك ما خدتها قبل كده، عمر ما حد شافك بالجمال ده، عمر ما حد شافك بالعقل ده، عمر ما حد شافك بالروعة دي، فأنت بتُقع جامد على جدور رقبتك. ده غير كمان إنه بيبقى فيها جزء إنه حاجة تبع نظرية الظِل، إن أنا لو أنا كنت في عيلة نرجسية، فأنا بابتلع ظِل نرجسي حتى لو أنا مش نرجسي، بمعنى إن بيبقى موجود في اللاوعي بتاعي زي بصمة من اللي أهلي كانوا بيعملوه فيّا، حتى لو مش أنا باعمله في الناس، هو موجود في اللاوعي وده بيعمل زي انجذاب طاقي كده. حلو؟ فدي أول حاجة تخلّيك عُرضة للعلاقات النرجسية. لو حد من أهلك نرجسي أرجوك اتعالج، علشان خاطر ما تُقعش في ده، لإن جهازك العصبي متبرمج على إنك تقبل هذا النوع من العلاقات. وكمان علشان خاطر أنت بتبقى نِفْسك تحِل القصة دي مع أهلك، فبتنجذب لحد شبه أهلك علشان يمكن المرّة دي يحِن، يمكن المرّة دي ما يبقاش وِحِش. ولإن القسوة اللي أنت شُفتها من أهلك لو شُفتها في شريكك مش هتخلّي بالك أوي منها، ولو ضحك عليك وقال لك أنا باعمل ده عشان باحبك وعشان مصلحتك وعشان، ولو جاب اللوم عليك، أنت كل الفيلم ده أنت متعوّد عليه من صغرك، صعب تميّز. بعض الصفات التانية اللي ممكن تخلّي حد يُقع في نرجسي، أهمها الصفة اللي هي إحنا بنسمّيها empathy، تمام، اللي هي التعاطف المرضي. أنا مش هاقول عليها تعاطف بس، لأ، لإنها تعاطف مرضي. أولًا الempathy مش حاجة حلوة، الempathy هو رَد فعل من الجهاز العصبي علشان خاطر أنت كنت عايش في بيئة عالية الخطورة وأنت صغير. يعني أنت كان ممكن يتم انتهاكك أو ضربك أو أي حاجة في أي لحظة، فأنت عوّدت جهازك العصبي إن هو يبقى very sensitive لاحتياجات اللي حواليك عشان تحمي نَفْسك، فبتكبر تبقى الشخص ده.
روح قلب النرجسي الناس اللي زي دي ليه؟ لأنه هو دايمًا هو وأنت صغير اكتشفت إنك لو اتعاطفت زيادة عن اللزوم وخلّيت بالك أنت من أهلك من قبل ما هم يأذوك، أنت بتحمي نفسك، فلو دخل معاك في علاقة أنت طول الوقت هتحط نفسك رقم 2 وطول الوقت هتدّي له أعذار، فأنت مثالي، وبعدين أنت بتشُك في نفسك معظم الوقت، فأنت شخص مثالي. فيبقى أول حاجة اللي هو التعاطف المرضي. تاني حاجة غياب الحدود. لمّا برضه بقى في عيلة مش لازم نرجسية، ولكن العيلة دي كانت بتنتهك حدودي بشكل ما، لمّا ييجي النرجسي ينتهك حدودي أنا مش هاخد بالي، لإن عندي جهل بهذا الموضوع. فرسالة النرجسي في حياتك بتبقى إيه؟ أول حاجة انتبه لطفولتك، أول حاجة بيقولها لك انتبه لطفولتك، طفولتك كان فيها حاجة، طالما دخل نرجسي في حياتك طفولتك كانت فيها حاجة، وأنت في خطر تكرار هذا فخلّي بالك. دي أول حاجة. تاني حاجة بيخلّيك تcheck حدودك. تالت حاجة بيورّيك الظِل اللي جواك. الظِل اللي جوانا دي هي الأجزاء اللي فينا اللي إحنا مش بنقبلها. زي مثلًا لو أنا مولودة في عيلة نرجسية، إيه ممكن يكون جزء من ظِلّي؟ إن أنا ما عنديش مشكلة إن أنا يتداس عليّا علشان أنا عايزة أsurvive. فأنا باقبل إهانة وباقبل معاملة وِحشة، ده ظِل. أنا مش ممكن أعترف لنفسي بشكل واضح إن أنا ما عنديش مشكلة إن يتداس عليّا، صعب أقولها لنفسي، لكن هي موجودة جوّه في اللاوعي بتاعي ناتجةً عن هذه التربية اللي أنا اتربيتها. فهو بييجي يورّيك أنت معاه في علاقة لإنّك أنت ما عندكش مشكلة إنّك تتأذي، لإنّك محتاج تsurvive، محتاج العلاقة دي وخايف تفقدها. يبقى قُلنا إنه بيورّيك الempathy خطورته إيه، يعني لو أصل إحنا في المجتمع بتاعنا بنعمل زي praising وتقدير وتبجيل للناس اللي عندهم تعاطف زيادة، وده مش مضبوط عشان خاطر التعاطف الزيادة كترته بيفتح باب للاستغلال وبيفتح باب للانتهاك وبيفتح باب إن أنت تضيع. فهو جاي يقول لك ماشي يا عم أنت فرحان أوي إن أنت انبث، تعالَ أورّيك بقى عدم الاتزان في ده بيعمل فيك إيه، أهو أنت كنت هتتدمر. بييجي يقول لك تطمن على حدودك، حدودك الطاقية، حدودك المالية، لإن النرجسي بيخش ينتهك كل ده، حدود مالية، طاقية، جسدية، بينتهك اللي يقدر ينتهكه لإنه هو بيبقى عايز ياخد طاقتك كلها لنفسه، لإن هو ما عندوش طاقة، فهو هينتهك ده كله عشان ياخد طاقتك، أوكي؟ وينبهك للأجزاء اللي في ضِلّك اللي مش متعالجة ينبهك لجهازك العصبي. فدي الرسالة من وجود نرجسي في حياتنا، إن الرسالة تعتبر psychotherapy على تقيل، ولكن psychotherapy مؤذي. افهم إن أنت لو دخلت علاقة مع نرجسي ولو لمرّة واحدة في حياتك، أنت عُرضة إنك تخش تاني وتالت ورابع. ليه؟ لإن جهازك العصبي حاجة خارجة عن حدود إرادتك، حاجة ورا تفكيرك بتنجذب لهذا النوع وبتطمئن له وممكن تنفر من الناس الطبيعية. العلاقة مع نرجسي مش معناها إن أنا هاطلع سليمة، إلا إذا إلا إذا عملت مجهود إن أنا أطلع سليمة، استحملت therapy، استحملت إن أنا أواجه ضِلّي، استحملت إن أنا أضبّط حدودي، استحملت إن أنا أعيد تعريف نفسي، لإن هو بيضخ سم في مخك بيفضل يعني الناس حتى لمّا بتعي إن هي مع نرجسيين وبتسيبهم دي أول خطوة، ده مش علاج أصلًا. يعني ما حدش يقول لي أنا اتطلقت من نرجسي أنا victorious. ماشي أنت طلقت من نرجسي أو يعني سواء ست والّا راجل، خطوة عظيمة، ولكن لا تجعلك منتصر زي ما أنت متخيل، إن هو سايب في جسمك سموم تحتاج تنضيف، وتحتاج تنضيف على مستوى جهاز عصبي مش كلام. يعني تحتاج تمارين تنفس معينة وتحتاج كلام مع ثيرابيست، يعني تحتاج ممكن أكتر من نوع من العلاج علشان أنت تسترجع قيمتك وتتغير تماما. فهي فرصة عظيمة إن هي تنقلك من شخص غافل عنده مشاكل مش عارف عنها حاجة إلى شخص قمة في الوعي وروحاني بشكل حقيقي متصل بربنا بشكل حقيقي مش بشكل كدبي زي النرجسي. وممكن تدمرك وتفضل تخليك تخش في الدايرة دي من واحد ورا التاني، الاختيار هو عندك انت. شكرًا ليكم، لو اتفرجت لغاية دلوقتي أنا ممتنة، ونصيحتي ليك لو لقيت حاجة بتتكلم عن الحدود روح احضرها، يعني زي الكورس اللي أنا هاعمله إن شاء الله يوم في سبتمبر، لو لقيت
therapist تثق فيه، روح احجز، ما تتأخرش لإنها حياتك، ولإنك تستحق تعيش حياة أفضل، لإنك أنت إنسان كويس أصلًا، وإنسان عندك إحساس ومشاعر، فلا تستحق إن أنت تعيش متدمر بسبب علاقة زي كده، وربنا فاتح لك طريق علاج. شكرًا ليكم وأشوفكم على خير.